لو انت دلوقتي بتتفرج عليا اهو، بتاخد 3000 جنيه في الشهر ورحت مسكت الاهلي ب 3000 جنيه في الشهر، ايه اللي انت مش هتعرف تعمله؟ او ايه الزياده اللي مدربين الاهلي الاجانب اللي بتيجي بتاخد بالدولار هتعمله زياده عنك؟ يعني ده سؤال انا بطرحه دلوقتي، عايز حد يجاوبني عليه. سيبك يا عم حد، لو انا اهو رحت مسكت الاهلي وخدت 5000 جنيه في الشهر يا عم، يعني انا مش فاهم بصراحه ايه الصعب او ايه الحاجه اللي المدربين الاجانب بتيجي تاخد 200,000 دولار هيعملوها زياده عننا. الاهلي بيتعادل قدام غزل المحله 0-0 في ماتش رخم وصعب ومتقفل، وماتش مش مفهوم، وماتش عليه كميه تساؤلات وكميه كلام انا عايز اقوله في الماتش ده هتعبر عن حاجات كتير قوي. مبدئيا يعني بدايه الماتش، اول الماتش انا ما عنديش اي مشكله مع ريبيرو في بدايته للماتشات. انا لغايه دلوقتي ريبيرو بيبدا الماتشات كلها ما عنديش فيه مشكله، يعني ما عنديش اي مشكله في التشكيله الاساسيه اللي بدات النهارده. دي تشكيله بتاعت الاهلي فعلا، ده سكواد الاهلي اللي يلعب فعلا، ال 11 لعيب هم احسن 11 لعيب في الاهلي، ما عنديش اي مشكله. بدايتك للشوط الاول ما عنديش فيها اي مشكله، مستحوذ بتروح وضيعت فرص كتير. يعني الاهلي الشوط الاول عمل شوط كويس جدا، فانا ما عنديش اي مشكله في طريقه اللعب او اسلوب اللعب اللي الاهلي بدا بالماتش. انا زي ما قلت لك الشوط الاول الاهلي وان سايد جيم، الشوط الاول الاهلي عمل كل حاجه، ما تقدرش تشيل المدرب او تشيل اللعيبه او تقول للمدرب انت مقصر او تقول للعيبه انت مقصر. الاهلي ماسك كوره، الاهلي مستحوذ، كل الالتحامات الاهلي بيكسبها، والاهلي راح وضيع كوره او كورتين كانوا لو واحده منهم كانت جت كان الماتش خلص والناس كلها كانت فرحانه والناس كلها مروحه بيتها والدنيا زي الفل. فاذا الشوط الاول الاهلي عمل شوط اول كويس جدا وريبيرو عمل شوط اول كويس جدا، وما عنديش اي مشكله على اسلوب اللي ريبيرو بدا بالماتش او اللاعبين اللي ريبيرو بدا بيهم الماتش. امال بقى ايه المشكله يعني بقى اللي عندي، او ايه المشكله اللي بتواجهني؟ المشكله اللي بتواجهني هي تدخلات ريبيرو. لغايه دلوقتي تدخلاته بتثبت اللي هو كوتش قليل قوي. انت مدرب كاتشانا اللي انت واقف على الخط بتشوف المشكله فين او المشكله اللي في اللاعبين فين او تبديلاتك. ريبيرو صفر في الموضوع ده، ريبيرو ما جاش. دي بقى النقطه اللي مقلقاني ودي النقطه اللي مجنناني. يعني ازاي مدرب اجنبي جاي الاهلي بياخد الارقام دي وتدخله في ماتش انت متعادل او انت بتلعب ماتش صعب تبقى دي تدخلاتك؟ خلينا كده نمسك اول حاجه بين الشوطين. انت طلعت عمر كمال عبد الواحد ونزلت احمد نبيل كوكا، وخليت احمد نبيل كوكا باك ليفت، وجبت عمر كمال جبت كريم فؤاد من الباك ليفت ووديته للباك رايت. قول لي يعني ايه؟ يعني ايه الفايده اللي عمت على الاهلي لما انت نزلت كوكا باك ليفت وجبت كريم فؤاد باك رايت وطلعت عمر كمال؟ يعني قول لي التبديله دي اضافت للاهلي ايه؟ قول لي التبديله دي ادت للاهلي ايه؟ والاهلي باين اول ان انت بتلعب فريق راكن الاتوبيس، وباين اول ان انت بتلعب فريق انت محتاج لكل تبديله هجوميه. انت إيه يعني ايه الميزه او ايه الاضافه اللي كوكا ضافها لما نزل؟ هل هو مثلا نزل عمل 80 كروس؟ هل هو مثلا لعيب موجود في ال 18؟ هل هو لعيب مهاري بيخش يحل ويخلص؟ انا ما فهمتش التبديله دي. التبديله دي ما ضافتش اي حاجه، بالعكس انت خسرتك. كريم فؤاد سواء في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بيشكل خطوره ولعيب كويس في اليمين او في الشمال، فهو في ناحيه الشمال كان بيشكل خطوره وبيخش ال 18 وبيكمل مع اشرف بن شرقي وبيعمل الاوفرلاب وبيخش قلب الملعب، فهو ناحيه الشمال هو شغال. الناحيه الثانيه عمر كمال يعني ما عملش شوط كويس، بس عمر كمال ممكن في واحده يعمل لك اوفر، في واحده يخش يكمل يجيب جون، والموضوع ده حصل كتير مع عمر كمال. يعني عمر كمال خلص ماتشات كتير للاهلي، فان انت تطلعه وتنزل كوكا انا مش فاهمها، ودي اول تبديله غلط. بص عد معايا التدخلات. فالاهلي دخل الشوط الثاني الدنيا والكره برده بتضيع والاهلي ماسك كوره ومفيش اي مشكله، وبرده يعني التبديله دي ما ازمتش الدنيا قوي، لسه الاهلي برده ليه شكل لغايه التدخل الثاني. التبديلين انا لغايه دلوقتي برده يعني تبديلين. يعني ايه تطلع تطلع بن رمضان وتنزل احمد رضا وتطلع اشرف بن شرقي وتنزل طاهر محمد طاهر؟ يعني ايه برضه؟ يعني خلينا نمسك اول تبديله اللي هي طاهر مكان بن شرقي. يعني بن شرقي الماتش متقفل وبتلاقي فريق واقف راصص ال10 تحت الكوره، واشرف بن شرقي اللعيب الوحيد اللي عندك اللي بيمسك الكوره وبيروح يرقص وبيروح واحد على واحد، ويعني اللعيب الوحيد اللي بيمسك الكوره في رجله، وانت مش محتاج حاجه في الملعب غير اللعيب اللي بيروح يرقص، هي مش هتتحل غير كده.
فسواء هو ما كانش موفق او مش ماشيه معاه، هتيجي في واحده هتفك، هتيجي في واحده هيخش ياخد واحده ياخد بيلين، هتيجي في واحده يعني فاهم؟ طول ما انت عندك اللعيب اللي زي اشرف بن شرقي في ماتش زي ده، يعني حتى لو هو وحش وهو ما كانش وحش، بس حتى لو هو كان وحش انت لازم تراهن على الواحده اللي هي هتفرق عنده. فانت لما طلعت بن شرقي ونزلت طاهر محمد طاهر ولعبت ناحيه اليمين ونزلت تريزيجيه مكان بن شرقي، يعني ايه بقى؟ قول لي طاهر نزل ضاف لك ايه؟ يعني قول لي طاهر اصلا هينزل في الزحمه دي يعمل ايه؟ هل طاهر لعيب مهاري؟ هل طاهر لعيب هادي على الكوره؟ هل طاهر عنده رؤيه؟ الثلاث حاجات دول صفر في طاهر. فانت ايه الفكره اللي انت تنزله في ماتش متقفل زي ده؟ نفس الغلطه انت غلطتها في اول ماتش قدام مودرن فيوتشر. اول تبديله برده نزلتها كانت طاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر على الماتش وحش جدا، وما ضافلكش حاجه لما نزلت عشان الماتش متقفل، وطاهر مش هيديلك حاجه والماتش متقفل عشان طاهر مش لاعب مهاري، وطاهر ما بيعرفش يرقص واحد على واحد. فانا برده مش فاهم انت برده نزلته النهارده كنت منتظر منه ايه؟ كل الكور اللي طاهر رايح بيها ناحيه اليمين واحد على واحد او حاجه محتاج فيها حل فني، كلهم باتوا بالفشل. فانت خسرت اللعيب الوحيد المهاري اللي عندك. تاني حاجه محمد علي بن رمضان، والله يعني هو حتى لو برجل واحده بيخش يكمل في ال 18، بيلعب بدماغه، بيخبط، بيحط الكره تحت رجله، بيرقص، بيعمل. هو في الملعب هيخلص في واحده. في لعيبه في الملعب كان ما ينفعش تطلع ايا كان ايه حالتها، وهو يعني كان في ماسك الخلفيه وباين اللي هو مصاب، فانت عايز تريحه ماشي، انت عايز تطلعه. انت منزل احمد رضا ليه؟ يعني احمد رضا هيعمل ايه في الكوره برضه؟ يعني احمد رضا بيعمل ايه جديد في الكوره؟ يعني احمد رضا هيضيف لك ايه؟ احمد رضا ضاف ايه لما نزل؟ كل كوره عايز يبين اللي هو لعيب كوره، فعايز يعملها بالخارجي، عايز يعملها هو مش باصص. يا عم يا عم العب السهل والعب اللي تعرفه. يعني احمد رضا لعيب كويس وانت حاطه رقم 6 ينزل ما بين السنتر باك يطلع الكوره من تحت، لكن مش لعيب رقم 10 او لعيب رقم 8 اللي انت تستنى وتلعب وتحط له الكوره بين الخطوط ويستلم ويسلم ويلعب ويبص. لا مش بتاعته. كنت تنزل قفشه في ماتش زي ده احسن، كنت تنزل حسين الشحات تلعب في المركز ده احسن، كنت تنزل محمد شريف تلعب الفريق الثاني، وانا جاي لك في الموضوع ده احسن. برضو 3 تبديلات لغايه دلوقتي كده غلط. لغايه بقى ما جيت في اخر الماتش عملت برضو تبديلين يعني يعني انت عايز تجيب جول والفرقه متقفله تاني، عايد لك نفس الكلام تاني، وعندك فرود اسمه جراديشار كويس في الكور العاليه، بيطلع يرخم وبيطلع يلتحم وبيطلع يخبط، على الاقل احسن من محمد شريف في العالي. فانت التبديله اللي تيجي في دماغ حضرتك اللي انت تطلع جراديشار وتنزل محمد شريف، يعني ايه اللي هيتضاف؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ انت مستني ايه اللي يحصل؟ انا يعني والنبي رد عليا قول لي، يعني انت لما تطلع جراديشار ونزلت محمد شريف، يعني انت دلوقتي بتلاقي فريق واقف في ال 18 وفريق مقفل وفريق عامل غربله في الدفاع، وعندك جراديشار لعيب قوي ولعيب بيعرف يستلم تحت ضغط اكتر من محمد شريف. فانت طلعت جراديشار ونزلت محمد شريف اللي هو اللعيب اللي اصلا ميزته كلها اللي هو بيستلم في مساحه، ميزته كلها اللي هو بيعرف يسرق المدافع. فين بقى الكلام ده؟ يعني محمد شريف هيعرف يعمل الكلام ده فين؟ فانت حتى لو كنت عايز تنزل محمد شريف بتطلع جراديشار ازاي؟ طب ما تنزل محمد شريف جنبه وشد اي واحد من نص الملعب. التبديله الثانيه منزل لي حسين الشحات مكان تريزيجيه. طب انا برضو مش فاهم، انت حسين الشحات بالك من اول ما جيت مطلعه بره القايمه، اول ماتش، تاني ماتش ما لعبش، تالت ماتش جاي تحطه في ماتش زي ده وتنزله تبديله في اخر ربع ساعه في وقت زي ده في ماتش زي ده ودنيا متقفله زي دي بترميه في النار. طب ما انت خلاص، طب ما انت دلوقتي راهنت في التبديله الاولى اللي انت هتجيب تريزيجيه هنا وتطلع بن شرقي، فانت راهنت ان تريزيجيه هنا افيد من بن شرقي وتريزيجيه هنا ممكن يحل. ازاي بعديها ب 10 دقايق تغير اللي انت التبديله اللي انت عملتها وجبت تريزيجيه هنا فطلعت تريزيجيه ونزلت حسين الشحات؟ طب هو انت اصلا انت اصلا يعني انت لسه مبدل التبديله دي؟ يعني انت نفسك اللي جايب تريزيجيه هنا من 10 دقايق، ليه غيرته بعديها ب 10 دقايق جبته هنا؟ فيعني يعني في النهايه 5 تدخلات غلط بنسبه 100%. هو ده الماتش النهارده، هو ده الماتش النهارده. الماتش مش هتكلم في اي حاجه، قلت لك الاهلي بدا الماتش مفيش اي مشكله. التشكيله اللي بدا بيها الماتش ما عنديش اي خلاف عليها، والاهلي لو كان فضل مكمل بالتشكيله دي الاهلي كان هيكسب. التفصيله اللي غيرت الماتش والتفصيله اللي خلت الماتش يخلص 0-0 هي تدخلات ريبيرو. ودي حاجه من الاثنين، رقم واحد يا اما هو لسه ما عرفش امكانيات اللعيبه،
يعني امكانيات اللعيبه هو لسه ما عرفهمش وما يعرفش مين ينزل امتى ومين هيحلله في مساحه ومين اللي هيحلله تحت ضغط. هو لسه الكلام ده مش عنده، لان هو كوتش ضايع. تدخلات فنيه وواقفه على الخط ويعرف امتى يغير وامتى ما يغيرش، هو صفر. فهي حاجه من الاثنين، والحالتين اوحش من بعض. يعني انت لو بقالك 3 4 شهور ولعبت الماتشات دي ولعبت كاس عالم ولعبت ماتشات وديه وعملت معسكر وده ثالث ماتش في الدوري ولسه لغايه دلوقتي مش عارف امكانيات اللعيبه، فدي كارثه. وتاني حاجه لو انت كوتش ضايع فدي كارثه ثانيه. فالاثنين كارثتين. فانا يعني عايز اشوف حل للموضوع ده. تدخلات ريبيرو ما يتسكتش عليها. صعب قوي صعب قوي اكون جايب مدرب اجنبي وبالدولار واسباني وتيك تاكا وعنده افكار وراجل جاي واجنبي واقف عامل لي كده والاقي منه 5 تبديلات غلط. 5 تبديلات تخلي شكل الاهلي وحش. انت بادئ الماتش الخط الهجومي بتاعك زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، جراديشار. عارف نهايه الماتش ازاي؟ نهايه الماتش باحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. فدي لازم تتحاسب عليها. يعني لازم تتحاسب عليها ان انت تبتدي الماتش بالسكواد ده ومره واحده تدخلاتك تخلي الكيرف ينزل كده بعناصر كده. هي دي تفصيله الماتش النهارده، وهي دي اللي خلت الماتش يضيع من الاهلي. فالراجل لو ما كانش اتدخل والراجل النهارده لو ما كانش فتح الاهلي كان هيكسب بالتشكيله اللي كانت موجوده. فدي وجهه نظري. مش هتكلم كتير عن الماتش. انا قلت لك الاهلي ما عنديش مشكله في العناصر اللي موجوده والعناصر التشكيله الاساسيه، ما عنديش اي مشكله. هي دي التفصيله الحقيقيه اللي خلت الاهلي النهارده يظهر بالشكل ده. هي 5 تبديلات في منتهى الغرابه وبس كده. دي كانت حلقه النهارده وتحليل الماتش النهارده. 5 تبديلات قضوا على الاهلي. 5 تبديلات هم السبب في ان الاهلي يخرج بتعادل سلبي. يعني تاني تعادل في 3 ماتشات، متعادل ماتشين وكسبان ماتش. يعني نتائج انت المفروض ال3 ماتشات دول يبقوا العلامه الكامله. المفروض دي البدايه المثاليه والبدايه الطبيعيه اللي انت تبتدي بيها بحجم فريق زي ده. بس يعني تمام، هي دي سكواد الاهلي هي دي وهو ده مباراه النهارده وبس كده. لو انت لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي استنى دعمك بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. شكرا لوقتك.